Tastes like strawberries on a summer evening. يا صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا كلكم بخير. الساعة دلوقتي 6 الصبح. أنا مش كل يوم بصحى 6 الصبح، ساعات بصحى 6 ساعات بصحى 5:30 على حسب البلان اللي أنا أعملها لليوم بتاعي. وآخر اليوم مظنش إن أنا هيبقى عندي وقت أروح الجيم، فأنا البلان عندي إن أنا هروح الجيم كمان نص ساعة وأوريكم اليوم بتاعي هيبقى ماشي إزاي بالظبط. وإن شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم. أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا يعني كل يوم لما اصحى على الاقل احاول اقرا لي صفحه من القران ولا حاجه، عشان يعني انا بحب دايما اكون صريح مع نفسي، لان انا على طول بتكلم عن الديسيبلين وازاي تبقى متحكم في الوقت بتاعك وتعمل الحاجات اللي المفروض تتعمل. فبسال نفسي سؤال، طب يا بدر انت بتتكلم عن الديسيبلين والكلام ده كله، يعني انت عارف تواظب على الجيم كل يوم وعارف تواظب انك تاكل اكل صحي، بس مش عارف تواظب انك تقرا صفحه من القران؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب الساعة دلوقتي 6:30 وأنا حاسس إن احنا متأخرين شوية. برضو الفكرة إن أنا لما بصور فيديو الموضوع بياخد وقت في التجهيز والكلام ده كله، وبرضو أنا مبسوط ان انا بصور لكم الفيديو ده عشان تشوفوا مثلا الشغل اللي انا بعمله طول اليوم. لو حد بيسأل ده جاي منين، هو انا بحب الصراحة صوت الشيخ الحصري. طيب اللي انا بعمله دلوقتي ان انا بجهز حاجتي للجيم. انا بس عايز اقول لكم ان انا بعمله ده مش سهل. اللي انا بعمله ده مش سهل، يعني مش اي حد يعرف يعمل اللي انا بعمله ده. مش عشان انا جامد، بس عشان انا على طول بضحي بحاجات كتير، وعلى طول في دماغي ان انا ابقى ديسبلين وفي طريق قدام. انا كده بالظبط ساعات بعمل كده، بس بعمل كده وبعديها برجع للطريق بتاعي كده تاني. لو عندك هدف عايز تحققه في حياتك لازم تبقى كده وملكش دعوه باي حاجه بتحصل حواليك. بص لو الدنيا حصل لها ملكش دعوه، خليك ماشي في طريقك اللي انت رسمه لنفسك وملكش دعوه بحد. محدش هيخطط لك حياتك، محدش هيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، وحتى لو حد قال لك تعمل ايه وما تعملش ايه مالكش دعوه بيه، لانه هو ما عندوش نفس الوجهه بتاعتك. هو مش بيتخيل اللي انت بتتخيله، هو مش بيمر باللي انت بتمر بيه. فانت ليه تاخد نصيحه من حد ما حققش اصلا اللي انت عايز تحققه في حياتك؟ طب هو بينصحك بالموضوع ده ليه؟ يعني هو صاحبك مثلا ناجح قوي في حياته وحقق كل اللي هو عايز يحققه ومش ناقص غير لو هو بيجي بينصحك انت مش فاهم الفكره ان انا اخد نصيحه من حد هو اصلا ما حققش اللي انا عايز احققه. فنصيحتي ليك في الموضوع النصايح ده ان انت ما تسمعش غير للناس الناجحه او الناس اللي حققوا اوريدي الحاجه اللي انت عايز تحققها. انت لما بتبقى ناجح، يعني النجاح دي مش حاجه بتيجي لحد، النجاح مش حاجه بتيجي لحد، النجاح ده بيجي لما انت بتبدأ تعمل الحاجات اللي الناس الناجحة بتعملها. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. جماعة عارفين ايه المحزن في الموضوع؟ ان انا كل ده وانا بصور فاكر ان انا موصل الميكروفون، وانا فعلا كنت موصل الميكروفون، وفي الاخر كذا مره بقالي فتره دلوقتي لما اجي اصور بحط الميكروفون من فوق الكاميرا وبعديها بنسى اصلا اوصل الكابل ما بين الميكروفون للكاميرا، وبعديها مش باخد بالي بقى انا اصلا موصل الكابل ولا لا. فالموضوع ده بجد 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 يعني مستفز. بعد الورك اوت احنا عندنا ميتنج على الساعه 10. الميتنج ده هيبقى واحد من الكلاينتس بتوعي عشان عندنا شغل سوا. هنتقابل في الاوفيس زي كوركينج سبيس. يعني انا زي ما قلت لكم ان انا عندي الماركتنج ايجنسي بتاعتي، ف مهم قوي يا شباب ان انتوا يبقى عندكم كذا بيزنس او كذا شغلانه بتعملوها، مش حاجه واحده بس، لان في اي وقت ممكن البيزنس بتاعك اللي انت شغال عليه يقع.
فانت يبقى لازم يبقى عندك باك اب، حاجه بتعملها جنبيها عشان البيزنس على طول ما بيبقاش ثابت. فانت يبقى لازم يبقى عندك باك اب او كذا حاجه بتعملها في نفس الوقت. لو بيزنس A وقع، بيزنس B يعلى. لو بيزنس B وA وطي، بيزنس C يعلى. فما تحسش ان انت بتغرق ولا حاجه. فده مهم قوي. عشان كده دلوقتي انا عندي يعتبر يعني البيزنس بتاعي تبع النوتريشن والهيلث والكلام ده كله، وعندي ماركتنج ايجنسي بتاعتي، ده بيكمل ده. الله الله على الباركينج اللي قدام الجيم بالظبط. الساعة دلوقتي يا جماعة حاليا 12:40 دقيقة. أنا معلش معرفتش أصور لكم الكام ساعة اللي فاتوا دول عشان كنت متأخر فيهم وكنت مستعجل. ودلوقتي إحنا موجودين في المطعم عشان ناكل. فأدينا مستنيين. English company. Studying as well or you? I'm done with that shit, bro. I'm done with that shit. Almost 2 years now? 2 years. Almost, yeah. Like what am I doing? Life in, like life in a day. in a lifetime. Yeah. أنا بحب الصراحة أجي الأماكن دي لأني بقابل فيها ناس كتير، بقابل ناس كتير بنفس التفكير بتاعي، بقابل ناس عايزة تتعلم أكتر، بقابل ناس عايزة تحقق حاجات أكتر في حياتها. الناس اللي بتيجي هنا بيبقى كل واحد يعتبر عنده البيزنس بتاعه، شغال على حاجة معينة، مش شغال تبع حد. فالناس كلها هنا بتيجي بدل ما تبقى قاعدة في البيت لوحدهم مع نفسهم. Making new connections is as simple as plugging in. Give you the number. It's not for you. I'm practicing. Of course it's for me. I'm practicing for tonight. What are you doing tonight? Tonight. I don't know yet. You Amel. Yo, Amel. No, Yes. no. What? She's gonna punch you. What? Yo, Amel. That's easy and Nice good. boobs. What is Nice boobs. No. This is very nice information. Save of summer. Save Save of summer. Of Save that. of summer. Save of summer. Save Osama Bin Laden. سبب بلاد. Save of summer. Najan save Bosch. Save of summer. So many things you have plugged in here. Better in the mirror. طيب يا شباب، احنا دلوقتي خلاص يعتبر بنخلص اليوم بتاعنا. الساعة دلوقتي حوالي 6. كان يوم طويل مليان بالشغل، كان يوم مليان بالتعب. احنا كنا في الأوضة دلوقتي بنخلص الشغل اللي علينا. يعتبر اليوم بتاعي قرب يخلص. هنشوف اليوم هيمشي ازاي. انا عارف معلش انا مش قادر اصور كتير من اللي بيحصل قدامي عشان انا بجد كنت بركز في الشغل جدا. صعب ان انا اعرف اصور واشتغل في نفس الوقت. فلو انت بتتفرج على الفيديو لحد هنا يا رب يكون الفيديو عاجبك. بس ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب يعني. طيب احنا حان الوقت اللي احنا نتجه في طريقنا بعد كده، المكان اللي بعد كده اللي احنا هنروحه. وبالمناسبة اللي بيسألني ايه اللي موجود في العلبة دي،
طيب احنا المفروض لسه واصلين للبيت اهو دلوقتي، المفروض عندي ميتنج بالظبط كمان 10 دقايق. بقى ان انا جعان يعني جوع بطريقة رهيبة، ولسه محتاج اروح سوبر ماركت اجيب اكل. What's up, bro? What's good, bro? How are you? I'm great, man. So let me explain you this part. So the thing is with Herbalife business, there are people who follow the rules and there are people who do not follow the rules. Because the thing is in Herbalife, you are your own boss. So there is no somebody who's gonna be telling you you're forced to do the business in this way. Okay, let me ask you a question. As a person, do you prefer the quantity or the quality? Of course, I prefer the quality. Maybe this is not your thing, but I know that one day you will be able to find the thing that you will feel that this thing will be your field, because you have really like good mindset and good vision as well. Like you're 20 years old. So what you're doing is really great and wonderful. I think you just need some time to be able to find the thing that you really want to be building. Just focus for the long term. Don't focus on fast success, because this will be impossible to happen. My just one advice for you is to focus to build a business in one thing that you actually enjoy to do every single day. Don't go after the money. Don't see what is the market is for and try to catch the fish. Just see your hobbies, what are the things that you enjoy doing every single day, and try building a business out of it. And that would be the best thing that ever happened in your life, man. Yes, thank you. Thank you for the advice. Alright, man, it was amazing having this call with you, and for sure if you have any questions, if you want to ask me about anything, go ahead and I would be happy to answer you for sure. Thank you. Have a good night. Have a good night. Bye bye. مهم قوي يا شباب لما حد ما يكونش موافق على الحاجة اللي انتوا بتعملوها، او حد مثلا انت تكون متوقعه يبدأ معاك في حاجة وما يبدأش، اوعى تدي impression negative. اوعى تحس ان خلاص انت فرصتك ضاعت. بقالنا اسبوع بنتكلم مع بعض في زوم كولز، كان بيقول لي ان هو interested في الاول مش عارف يبدأ ايه ويجرب الكلام ده كله، وبعديها النهارده لقيته بيقول لي ان هو he sees that this is not his thing. فانا كان ممكن اديله impression وحش واقول له انت ضيعت لي وقتي ومش عارف ايه، وفي الاخر بعد كل المكالمات دي جاي تقول لي مش موافق. مش اسلوب. حاول دايما تعود نفسك وتعامل الناس وتعامل نفسك كانك CEO of a $1 billion company. جه ما جاش هنشتغل وندوس على نفسنا ونحسن الوضع او نحسن الموقف اللي احنا فيه. الشخص خلاص قال لي ده he's not his interested، ما عنديش مشكلة، انا مبسوط ان هو قال لي كده دلوقتي. احسن ما كان يبدأ وما يعملش حاجة في البيزنس ويجي بعديها مثلا بكام شهر يقول لي انا حاسس ان الموضوع ده مش لاقي. الموضوع ده كان هيبقى اوحش لو ما كانش قال لي دلوقتي، لان هو كان هيضيع لي وقتي. وانا اتبسطت ان هو قال لي دلوقتي وقلت له خلاص مش مهم، مش كل الناس بتتفق على حاجة واحدة ومش كل الناس بتعمل حاجة واحدة. في ناس بتحب الموز، في ناس بتحب المانجا، في ناس بتحب البطيخ. شجعته على اللي هو بيعمله، قلت له كل التوفيق معاك، وايا كان اللي هو هيعمله في حياته ايه. الموضوع مش معاك خير وبركه، ما مشيش وش الناس اللي حواليك all the best of their luck and success. خليك كده ايه خفيف وحبوب مع الناس، بلاش تعقد الدنيا اكتر ما الدنيا متعقده. طيب يا شباب يا حلوه، انا لسه راجع من بره اهو، جبت الاكل. انا هنهي الفيديو ده هنا لان انا بجد يومي يعتبر خلاص قرب يخلص. لسه بس قدامي كمان تقريبا 2 زوم كولز كمان. الساعه حاليا دلوقتي 8 بالليل. I'm finished, I'm done. تعبان جدا بطريقه رهيبه. امبارح تقريبا نمت حوالي 4 ساعات بس لاني كنت سهران بخلص شغل. هو ده الديلي اللي بعمله كل يوم يعني. فانا بساكريفايس حاجه عشان اعيش واخد مقابل حاجه تانية. محدش بياخد كل حاجه في الدنيا هو عايزها. انا بساكريفايس خروجاتي مع الناس، بساكريفايس الانجوينج او الفان تايم اللي كنت بعمله زمان. مش هقعد اقول ايه وايه وايه وايه. لازم تساكريفايس حاجه، بتضحي بحاجه عشان تاخد حاجه تانية
مقابلها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير الفيديو ده مع الناس اللي حواليك او مع صحابك عشان يستفيدوا لو انت فعلا كنت استفدت. واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وتيك كير. بيس.